فإننا ننظر إلى العملية السياسية بصورة مجملة إلى أنها عملية يجب أن تحيد عن مسارها الحالي. نعم. ولا ينبغي أن تبقى بهذه الصورة. هذه عملية سياسية عرجاء بنيت على أسس خاطئة، فلا يهمنا تعيين رئيس البرلمان، ولا يهمنا تعيين رئيس الجمهورية، ولا يهمنا تعيين رئيس الوزراء، لأننا رفضنا العملية السياسية بالجملة. ما الذي يهمكم إذن؟ الذي يهمنا تبديل حال هذه العملية السياسية التي بنيت على أسس طائفية مقيتة دمرت هذا البلد. يعني طيب. يجب تصحيح المسار. طيب، دائما من ينتقد وضعا يعني معينا يضع تصورا للبديل. نعم. ما هو تصوركم للبديل لما تنتقده حاليا؟ البديل حكومة وطنية يشترك فيها أهل الحل والعقد من العقلاء، من الحكماء، من الخبراء. العراق مليء بالخبراء في كل الاختصاصات. لا ينبغي أن يعطى هذا البلد إلى مثل هذه الأشكال التي أوصلته إلى ما وصل إليه. الآن نحن نغرق في فساد، نغرق في قتل، نغرق في دمار، نغرق في إنهاء إنسانية الإنسان في هذا البلد. لا ينبغي لنا أن نسكت على ذلك. يجب أن يستلم زمام أمر هذا البلد أهله الحقيقيون لا الأذناب. طيب، الذين يتبعون مرة إلى الشرق ومرة إلى الغرب. لماذا استشكل ذلك؟ يعني إذا قلت بأن هناك العقلاء والحكماء والأدباء والشعراء زي ما بدك، يعني لماذا استعصى أو استشكل هذا الأمر على أن يكونوا هم موجودين في السلطة؟ نعم. كما يقال: ولا سراة إذا جهالهم سادوا. إذا كان الأمر بيد الجهلة فلا مكان للحكماء ولا مكان للعقلاء. الصوت أصبح للبندقية، الصوت أصبح للمافيات، الصوت أصبح للميليشيات، الصوت أصبح للقتلة، للمفسدين. هذا ينطبق على الكل؟ هذا الصبغة العامة على هذه الحكومة. يعني أنا لا أستثني السنة من ذلك. كنت بدي أسألك تحديدا. هو أنا فهمت قصدك. لا والله أنا صرحت في أكثر من لقاء أن هذه العملية السياسية والقائمون على الجهات التنفيذية خاصة هم يمثلون مزبلة يجب كنسها من العراق بسنتهم وشيعتهم. ليس هؤلاء هم رجال العراق، ليس هم هؤلاء الذين يستطيعون قيادة هذا البلد وأن يوصلوه إلى بر الأمان. هؤلاء ليسوا كذلك. يجب أن يصل المخلصون من أبناء هذا البلد من صح انتمائهم إلى تربة العراق، لا أنه رضع الحقد على العراق من ولاية الفقيه ثم يأتي ليحكم العراق. دكتور رافع، باعتبارك انتقدت يعني المكون السني، نعم. لماذا لم نره ولا نراه ما زلنا صوتا موحدا، مكونا موحدا على غرار مكونات أخرى؟ لا المكون السني مكون موحد، ولكن هنالك بعض النفعيين هم الذين تسلطوا على رقاب الناس وبدأوا يصرخون بأعلى أصواتهم: نحن نمثل أهل السنة. الثلة السياسية الآن الموجودة على الساحة السياسية هم لا يمثلون السنة ولا يقتربون من تمثيلهم أبدا، بل حكم ثوار السنة الذين هم الممثلون الحقيقيون لأهل السنة والجماعة في العراق حكموا بأن من حضر من النواب السنة جلسة البرلمان الأولى فهو من الخونة. يعني هؤلاء اللي يسمون سنة المالكي كما يقول بعض العراقيين. هؤلاء سنة المالكي وأذنابهم. هناك طيب. يعني من هو بارز من سنة المالكي، وهنالك من يناقش تحت الطاولة. طيب، إذا كان يعني المكون السني موحد كما تفضلت دكتور رافع، لماذا نراه مكونا ضعيفا في مقابل المكونات الأخرى؟ خلينا يعني بكل صراحة وموضوعية نتكلم. إذا كانت المسألة على مكونات، أولا نحن يعني لا نقبل أن يسمى السنة مكون. السنة ليسوا مكون وليسوا طائفة. شو المصطلح؟ السنة هم السواد الأعظم من المسلمين، هم أهل السنة والجماعة. أما بقيتهم فتسميه طائفة، تسميه مكونا، تسميه أقلية، هذا شأنه ولا نستهين بأحد طبعا. نعم. ولكن أهل السنة والجماعة هم أهل السواد الأعظم، هذا من ناحية. ثانيا، إذا تكلمنا عن هذا الموضوع باعتبار سنة وشيعة فإن حال السنة وحال الشيعة واحد في العراق. أما إذا تكلمنا عن كتل سياسية فهذا السؤال. أيوة. الكتل السياسية الشيعية متوحدة لأن هنالك دولة حاضنة لهم في كل تفاصيلهم. إيران حاضنة للعملية السياسية الشيعية 100%، كل الأحزاب تنتمي إليها. أما بالنسبة للعرب السنة الموجودين في العراق فلا يوجد لهم حاضن دولي،
لا توجد دولة ترعاهم، لا توجد دولة تدير أمورهم، هم اجتمعوا من الصفر. طيب فيما يتعلق الآن بإعلان دولة الخلافة واللي طبعا أميرها أبو بكر البغدادي، أنا أنقل المسميات كما هي يعني كما بدون تدخل. تعليقك بداية على إعلان دولة من هذا القبيل ووجود أمير لها؟ والله يا سيدي هذا لا يؤثر على مسير الثورة التي قامت لتعديل الاعوجاج في العراق. شأنها بذلك شأن أن يخرج أحد المعممين من جنوب العراق ويقول أنا الولي الفقيه. ما الذي سيؤثر على الساحة؟ لكن الفرق أنه الدولة تتمدد، لها أمير وتقدم خدمات وهكذا الولي الفقيه، وهكذا الولي الفقيه. نحن نرفض هذا ونرفض ذاك. نحن لا علاقة لنا. الثوار ماضون في طريقهم. إذا أعلن زيد من الناس أن نفسه خليفة أو أعلن عمرو من الناس نفسه الولي الفقيه، هذا يعني لا يؤثر على المسار العام للثورة العراقية الشعبية التي دكتور رافع، يعني مرة أخرى يعني اسمح لي بأنه بعض الجزئيات يجب أن نفهمها. تقول لا يؤثر، لكن القصد أنه على الأرض يؤثر. يعني الآن نتحدث عن تمدد، عن تعيين محافظين، عن يعني إدارة خدمات، وسأتيك يعني أسئلة أخرى تتعلق بهذا الشأن. ولا بأس إذا واحد أراد أن يقدم خدمات جزاه الله عنا خير الجزاء، حتى لو كان داعشيا. والله من أين ما أتيت الخدمات جزاه الله خيرا يا أخي. الناس هلكت من سوء الخدمات، لا كهرباء لا ماء لا كذا، الناس تريد أن تتخلص. أما هل ينظرون أن هذا من الدولة الإسلامية أو هذا من الحكومة أو هذا من الثوار، هذا من فصيل النقشبندية، هذا من فصيل الجيش الإسلامي؟ هم لا ينظرون إلى ذلك. الناس تريد خدمات وتريد راحة البال وتريد الأمن والأمان. إذن يعني داعش لعب على هذا الوتر، لعب على حاجة الناس إلى هذه الخدمات، فجاء بهذا المبرر ليعلن دولة بغض النظر إن كانت هلامية أو غير هلامية هذه الدولة. لا أتوقع هذا، ما أتوقع هذا. وإنما هم يعني مناطق يعني لهم فيها نفوذ، يكون لهم فيها نفوذ، يعلنون ما يشاءون. ولكن نحن لا نتعارض ولا يمكن لنا أن نفتح جبهة للخلاف مع أي جهة في العراق. لماذا؟ لأنني لا أكون نائبا لجناب المالكي لكي أدافع عنه. يعني الحديث الآن جنابك الكريم سألت كثيرا عن الدولة الإسلامية أو كذا، ولكن هنالك 28 فصيل من الميليشيات الإيرانية المجرمة تقتل وتذبح على الهوية في العراق. الإعلام طبعا أنا يعني أنا عارف أنك ستسأل. ولكن أنا لغرض المقارنة أن المشكلة أن يعني النظرة العالمية أو النظرة الدولية وخاصة يعني بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن ما يضرهم هو الإرهابي وما لا يضرهم ليس إرهابيا. يعني الفصائل التي تقتل الميليشيات 28 ميليشيا إيرانية تقتل وتذبح في العراق وتهجر. الآن أهل البصرة مهددون، أهل السنة والجماعة في البصرة مهددون، كل منهم استلم طلقة وتهديدا عليك أن ترحل. أيوة. أليس هذا إرهابا؟ طيب أنا يعني سؤال آخر له علاقة بداعش وسأقفل هذا الملف كي لا تقول فقط أسأل عن هذا الموضوع، ولكن لحساسية ما يحدث، هو ما تعرض له مسيحيو الموصل حقيقة، والذي يعني بإجماع الكثير من علماء المسلمين يسيء إلى صورة الإسلام المتسامح السمح. نعم بالضبط، نحن نرفض هذا كما نرفض ذاك. خلينا نركز على الشق الأول فيما يتعلق بممارسات داعش في الموصل تجاه المسيحيين. موضوع المسيحيين هنا تضاربت عندنا الأقوال. يعني حقيقة أمثالي لا يعتمدون على ما يذاع في الأخبار وإنما على ما يجري على الأرض. ابتداء أي تهديد يصل إلى أي عراقي من أي فئة من أي دين من أي طائفة هذا مرفوض قطعا، هذا مرفوض جملة وتفصيلا إذا صدر من هذه الجهة أو تلك. لذلك كثير من الأقوال المتأخرة تقول أنه ألقي القبض على من روج لهذا الكتاب وهم الآن في المحاكمة عند الثوار، وهؤلاء تبرأ منهم جماعة الدولة الإسلامية، والقول الآخر يقول لا، جماعة الدولة الإسلامية هم الذين فعلوا هذا. نحن في جميع الحالات
نحن رافضون لأي جهة تقوم بمثل هذا الفعل، كما نرفض تهجير أهل السنة والجماعة من البصرة ومن المناطق الجنوبية والتهديدات وما جرى سابقا وغطى عليه الإعلام في البصرة وغيرها على آل السعدون وغير آل السعدون. هذا كله مرفوض. نحن نريد بلدا آمنا مطمئنا عراقيا موحدا نرفض فيه كل هذه التقسيمات التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة التي أسس لها الاحتلال. نعم. أنا يعني سأنتقل إلى المواضيع الأخرى. يعني سألت هذا السؤال لأن هناك من يخشى تكرار مذبحة سهل نينوى عام 1927 اللي قامها بكر صدقي حينئذ، ولكن بكل الأحوال الآن حضرتك موجود في أربيل بحسب ما علم. نعم. الآن وجودك في أربيل هل له دلالة معينة؟ أكيد أنا لا أحب الخروج خارج العراق، وأربيل جزء لا يتجزأ من العراق، وهذا يعني من سنوات. نعم. أنا في إقليم كردستان. بالتالي كان سؤالا تمهيديا، يعني نعم. باعتبارك موجود هناك، هل ثمة علاقة مثلا تربطك بالسياسيين الكرد؟ نعم. وبخصوص توجههم السياسي؟ نعم. الحقيقة أن علاقتي بالسياسيين من جميع الجهات علاقة ضعيفة. لماذا؟ أنا مع الجميع حقيقة. أنا لا أريد أن أخوض في السياسة أبدا. أنا رجل، أنا مفتي، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. مع أنه استضفناك للموضوع السياسي إحنا. نعم لا بأس، ولكن هذه يعني ألجأتنا الأيام إليها إلجاء. أيوه. وأجمل ما عندي أن أجلس أنا الآن ومع إخواني وتلاميذي وأنا أدرس. هذا مكاني الصحيح، ولكن هذا لا يمنعني من أن أؤدي الواجب الإنساني والإسلامي والوطني باتجاه وطني. نعم. هذا. ولكن أنا يعني علاقتي طيبة مع الجميع وبيننا وبينهم التحية والسلام. أما الخوض في تفاصيل السياسات والمناصب لا، هذا لا علاقة. طيب. ولم أفتح مثل هذا الموضوع يعني أبدا. احنا اسمحنا بالأسئلة يعني لكي فقط نستقصي يعني ونفهم الصورة والمشهد العراقي أكثر. نعم. هل هناك محاولات مثلا من إقليم كردستان لاستخدامك كورقة ضغط باتجاه بغداد؟ لا، يستحيل. يستحيل أن يكون هذا الأمر. لا أنا أقبل هذا ولا هم يقبلون هذا، وهم يعني كما كان العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس مفتي الديار العراقية وهو كردي كان عندنا في بغداد ونحن كنا نقوم بخدمته. هم يعني يحترمونني ويقومون بواجبي كأني يعني لأني مفتي الديار العراقية، والعراق هم كرد وعرب وكذا، هذا يعني لا خلاف. طيب رأيك في مسألة التوجه يعني الكردي في إعلان الاستقلال؟ تعرف كما يعني من فترة طالب مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان في جلسة للبرلمان أن يجرى استفتاء على استقلال الإقليم. يعني ما تصورك في هذا الشأن؟ لا أنا لا أتوقع هذا ولا أتصور هذا ولا أتصور أن إقليم كردستان سيكون يعني خارج العراق، لا أتصور هذا. ولكن أنا أتصور أن هذا الأمر هو أسلوب من أساليب الضغط السياسي. يعني تستبعد مسألة أن يكون هناك إقليم مستقل؟ أتوقع هذا. طب ما رأيك في من يتوقع يعني تقسيما للعراق وتصبح دولة فيدرالية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقسم العراق وأن يبقى العراق موحدا بكل أهله، لأننا لسنا بحاجة إلى تجزئة المجزأ وإلى تقسيم المقسم. نحن نريد أن نكون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون. نريد أن نوحد نظرتنا، نريد أن نوحد غاياتنا، نريد أن نوحد أهدافنا، نريد أن نكون أمة بين الأمم لها قيمتها. يعني الاتحاد الأوروبي تشكل من كذا دولة فيها مختلف الأفكار وفيها مختلف الآراء ولغات مختلفة وثقافات مختلفة. لماذا ونحن عرب ومسلمون ويربطنا ألف رابط وننظر إلى ما يمكن أن يفرقنا؟ يعني اسمح لي أيضا بسؤال متعلق بكردستان. تعليقك على مسألة اعتبار الأكراد بأن منصب رئيس الجمهورية هو حقهم مع أن الدستور لا ينص على ذلك؟ نعم لا هو ما في هذا حق يعني في الدستور العراقي. ما هذا ما قلته. لا والدستور نحن حقيقة هو الدستور مريض. الدستور كتبه مريض وهو مريض إلى حد الآن. لا يمكن شفاؤه؟ لا يرجى شفاؤه ولا يرجى برؤه. ومن يعني على حد قول كثير من المسؤولين أن من أكبر الجرائم التي ارتكبوها في العراق إمضاء هذا الدستور الذي هو محشوم بالألغام. الدستور لم ينظر، يعني هم أرادوا لبنانة العراق بهذه التصرفات، لبنانة العراق يعني أن يكون
رئيس الوزراء من السنة، أن يكون رئيس الجمهورية ماروني، أن يكون رئيس البرلمان شيعي. هذا ما لا نرضاه للعراق. نحن نريد الكفوء، لتأتي حكومة كاملة شيعية وطنية عراقية شريفة. أول من يوقع لها أنا. أن تكون مهنية، المهم أن تكون مهنية تقيم العدل والإنصاف بين الناس. ولكن أنا أرفض أن تأتيني حكومة طائفية تريد اجتثاث أهل السنة والجماعة من العراق، وهذا ما لا تقدر عليه أي حكومة أبدا. طيب، هل تعرف فؤاد معصوم فؤاد معصوم المرشح لرئاسة الجمهورية؟ هل تعرفه عن قرب؟ لا عن قرب لا، ولكن بيني وبينه يعني شيء من الاحترام في السلام، وهو ابن عالم جليل. مؤهل لأن يكون رئيسا للعراق؟ والله لا أعرف كفاءته، وما شهدنا إلا بما علمنا، ولكني أنا أعلم أن والده كان من كبار العلماء وكان من المحترمين في نظر علماء المسلمين جميعا. هذا شبل من ذاك الأسد يعني. إن شاء الله. طيب، إن شاء الله. فيما يتعلق بهذه العملية اللي تجرى، يعني عملية انتخاب رئيس للجمهورية، هل تعتقد أنه في هذا الظرف تسير بالشكل الديمقراطي، أم أنه في العادة تكون صفقات في الخفاء وراء الكواليس لإتمامها؟ يعني قصدك رئيس الجمهورية؟ نعم. يعني هل من الممكن أن نفاجأ بصفقة ما آلت إلى أن يكون هذا الشخص من العراقيين هو الرئيس؟ والله يا أستاذ، أنا لا أخفيك سرا أننا لا نهتم بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. يعني الأمريكان كأنه يزفون البشرى للعراقيين، لأهل السنة والجماعة في العراق، يقولون لقد تعين سليم الجبوري رئيسا للبرلمان. وما الذي سيفعله سليم لأهل السنة؟ أعطيني الجواب. ما الذي قدمه سابقا حتى يقدمه لاحقا؟ هو من أهل ديالى مثلا، وذبحت ديالى من الوريد إلى الوريد، ما الذي قدمه لهم؟ لا يستطيع هؤلاء أن يقدموا شيئا للعراق. لا الشيعة يستطيعون أن يقدموا شيئا، ولا السنة يستطيعون أن يقدموا شيئا. أنا أحترم الأكراد، أحترم الأكراد لأجل أنهم احترموا شعبهم في موقف في الأخير. لما تتجاوز المالكي عن الأكراد الكل انسحبوا. ولكن السنة، السياسيون السنة أهلهم يذبحون في كل يوم، والبراميل تتفجر على بيوتهم وعلى رؤوسهم، والميليشيات تذبح منهم على الهويات في الشوارع، وما منهم واحد أصبح في رأسه ذرة من الغيرة وانسحب. إذن المسألة، مسألة السياسيين مسألة مواقف، كل يقيم على حسب أو يقوم على حسب موقفه. مواقف الجماعة مخزية. طيب، لماذا ما زلت حتى اللحظة يعني تتعطل مسألة الإعلان عن مرشح لرئاسة الحكومة؟ يعني أولا إضافة إلى أنك عراقي، لكن أنت يعني عالم أيضا، دكتور، وتتابع الشأن السياسي، وأنا متأكد من ذلك، وأن حاولت أن تخفي ذلك قليلا يعني لصالح المسائل الدينية. لكن سياسيا لماذا، ما الذي يعطل مثل ذلك؟ والله